لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك ونعم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني. اللجنة الدائمة تقول في المجمع الفتاوى: لا حرج في الصدقة على نية شفاء المريض. قال العلامة ابن جبريل رحمه الله رحمة واسعة: قد يكون المرض عقاب على ذنب، فالصدقة تكفر هذا الذنب فيشفيها الله عز وجل. اسمع واسمعي معي هذه القصة العجيبة التي حصلت مع امرأة عجوز، وهي الآن حية ترزق في المنطقة الجنوبية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه المرأة أصيبت بفشل في الكليتين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وهذه المرأة لها من الأبناء ما شاء الله لا قوة إلا بالله من وصل بهم البر أن اشتروا لها كلية بنت بكر من قرية، أنا أعرف هذه القرية، وهذه البنت بنت فقيرة ابتليت، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فوافقت هذه البنت، فتنومت العجوز والبنت وغدا العملية، فقامت البنت طوال الليل وهي تبكي حتى أذان الفجر. استيقظت الأم العجوز على البكاء: لما تبكين يا ابنتي؟ قالت: أبكي يا خالة على الحاجة التي جعلتني أبيع شيئا من جسمي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من رحمة هذه الأم وهذه العجوز فاتصلت على أحد أبنائها: تعال. فأتى هذا الأب أو هذا الابن بعد صلاة الفجر مباشرة. قالت الأم: أعطيتها المال؟ قال الابن: لا، اتفقنا بعد العملية. قالت العجوز: والله أن تعطيها الآن. يا أمي اتفقنا بعد العملية. قالت: والله أن تعطيها الآن. وانظروا لهذا الشاب البار ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فأتى ب30,000 ريال وقال: تفضلي يا أختي. أخذت هذه البنت المال وقالت العجوز: يا ابنتي والله إني اعتقتك لله، اخرجي. خرجت البنت ودموع الحزن وإذ بها تقلب إلى دموع الفرح، فقالت للابن: خرجنا ومعنا رب لن يخيبنا. تأملوا، والغسيل كل يومين. ذهبت هذه المرأة العجوز ورجعت للغسيل بعد يومين. أقسم بالذي شق البحر لموسى لقد اشتغلت كليتيها وهي حية ترزق الآن، فلا إله إلا الله، ما أعظم الله. جرب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وزدنا من فضلك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.